تخيل كده انك لما تيجي تقول معلومة للناس ويجي الشخص اللي انت بتقول عليه المعلومة ده يكذبك والناس تصدقه، بتبقى وقتها محتاج اي حد يقف في صفك علشان يبرئك من تهمة الكذب والنفاق. فما بالك بقى لما اللي يقف معاك ويشهد معاك قدام الدنيا كلها هو ربنا سبحانه وتعالى. ده كلام مش من عندي، ده كلام حصل لصحابي جليل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما تعرفش القصة انا جاي اقولها لك. انا الدمراوي شوكت ودي حواديت جده. اهلا بيكم مرة تانية في صومعتي المتواضعة، وكل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان الكريم. ودي اول حلقة من حلقات حواديت جده الرمضانية اللي هتبقى مختلفة شوية عن القصص اللي بنحكيها في العادي، لانها تبقى قصص من العصر الاسلامي. هنخوض كده ونرجع ورا شوية من بعض القصص. ممكن تكون قصص حصلت وانت تسمع عنها، ممكن تكون قصص انت ما تعرفهاش، وممكن تكون هي مجرد قصة ملاش اي وجود من الصحة ولكن هي بتتقال. فتعالوا نخوض التجربة ونحكي أول قصة ونتكلم عن الصحابي الجليل زيد ابن الأرقم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما راح من مكة للمدينة اتبعوا ناس كتير قوي ودخلوا في الدين الإسلامي وتبعوه من أهل المدينة، وكان من بينهم شاب صغير ما تمش 20 سنة وهو الصحابي زيد بن الأرقم. هو عبد عند أحد الصحابة وهو يسمى عبد الله بن رواحة. وزيد كان كل ما بيسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أي كلام كان بيفضل يبكي، لأن زيد كان يتيم الأب والأم وكان صغير في السن، فكان بالنسبة له الرسول مثل أعلى وقدوة غير طبيعية. وفعلا في الفترة دي لما الرسول وصل المدينة في ناس كتير قوي تبعت الرسول، إلا قلة قليلة كده كانت بتنافر الرسول وبتنافر ما يدعو بيه، وكانوا بقيادة عبد الله بن أبي سلول اللي كان دايما بيضمر الكره من جواه لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يظهره ليه هو الحب والامتنان وإنه قد آمن به، ولكن هو من داخله كان بيكرهه أشد الكره. سبب كره عبد الله بن سلول لسيدنا محمد هو لأنه كان من كبارات يثرب، ولما سيدنا محمد وصل الناس التفوا حوالين سيدنا محمد وقرروا ان هم هيعينوه سيد يثرب، وده اللي كان مخلي عبد الله بن سلول بيشيل الحقد من سيدنا محمد. كان بيستنى اي فرصة عشان يوقع ما بين صفوف الجيش ويحاول يوقع ما بين المهاجرين والانصار علشان بس يشفي غليله وكرهه اللي كان بيضمره لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وبانت في أول موقف ليه لما طلع رسولنا الكريم في غزوة أحد وكان معاه الجيش. عبد الله بن سلول عمل كل اللي يقدر عليه عشان يوقع ما بين صفوف الجيش، وبالفعل قدر يرجع بنحو ثلث العسكر، يعني كان معاه بتاع 300 واحد قدروا يرجع. وكان دايما يقول لهم ما ندري فيما نقتل أنفسنا ونحارب. وقتها زيد بن الأرقم كان موجود في صفوف الجيش وحاول انه يتدخل ويمنع هذه التفرقة، ولكن منه كان صغير في السن فمحدش كان بيسمع له قوي. وبعديها تمر الأيام ويرجع تاني في أحد الغزوات وهي غزوة المصطلق. كان الرسول الكريم طالع الغزوة دي مع مجموعة من الجيش، وكان معاه عبد الله ابن سلول اللي كان ساعتها أقر إنه تاب وإنه مش هيعمل اللي عمله ده تاني، وإنه هيبقى واقف في صف المسلمين المرة دي بجد. ووقتها كان زيد بن الأرقم موجود برضو في الغزوة دي، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى إن احنا نكسب. وبعدين وجدوا شوية مية فقرروا إن هم هيبنوا بير، وهنا حصل خلاف ما بين أحد الأنصار وأحد المهاجرين، وبدأ الأنصاري ينادي بأعلى صوته يا معشر الأنصار أعينوني، يعني بالبلدي كده تعالوا اقفوا معايا قدام هذا المهاجر. والمهاجر وقف برضه ينادي بأعلى صوت يا معشر المهاجرين أعينوني عشان يقفوا معاه ضد الأنصاري. وهنا كانت الفرصة عظيمة لعبد الله بن أبي سلول إنه يمارس الهواية بتاعته في فن التوقيع، وراح رايح واخد الأنصار وقاعد معاهم وبدأ يتكلم معاهم ويسخنهم ويقول لهم لقد نافرونا وزاحمونا في بلادنا، والله كما قال الأوائل إن سمنت كلبك يأكله، ووالله إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فيما معناه يعني إن هو بيقول إن المهاجرين زاحموا الأنصار في البلد وخدوا
وخدوا جزء كبير من البلد بتاعتهم. وعلى رأي المثل القديم بيقول كل ما أطعمت الكلب بتاعك وكبرته هيجي اليوم ويعضك. ولما نرجع المدينة نسير إن المهاجرين دول يمشونا إحنا الأنصار، ويقصد هنا المهاجرين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي اللي سمعوا زيد بن الأرقم، ووقتها هو ما كانش قادر يستحمل اللي بيتقال، وخد بعضه وطلع جري على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليحكي له ويخبره بكل اللي سمعه من عبد الله بن أبي سلول. وقتها سيدنا عمر بن الخطاب كان قاعد مع الرسول، ولما سمع اللي اتقال اتعصب وغضب جدا، وبص للرسول وقال له يا رسول الله فلتأمر عبادة بن بشر يروح يجيب لك راسه حالا. فسيدنا محمد بص قال له ما بالك يا عمر، أتريد أن يقول الناس على محمد بأنه يقتل أصحابه؟ لا، فلتأذن له بالرحيل، ولكن قبل أن يرحل فلنسأله. وبعت واحد فعلا يسأل عبد الله بن سلول على الكلام ده. فضل يقسم ويحلف بأيمانات للمسلمين كلها إنه ما حصلش، وإن زيد بن الأرقم كاذب وهو بيغير من عبد الله بن سلول. وقتها الناس اتقسموا لجزئين، جزء مصدق زيد بن الأرقم، وجزء تاني مصدق عبد الله بن سلول لانه من كبارات يثرب. وهنا بدأوا المنافقين يمشوا في كل حتة في المدينة ينعتوا زيد بن الأرقم بالكاذب وبيقولوها له في وشه انت كاذب. ومن كتر ما فضل المنافقين يقولوا له كده بدأت الناس كلها تصدق الموضوع ده، وبدأ زيد بن الأرقم بعد ما كان مشهور عنه بالابتسام ووشه البشوش افتروا عليه. وفي مرة من المرات وفي أحد رحلات الرسول صلى الله عليه وسلم كان زيد بن الأرقم مع الرسول، وما كانش قادر يمشي جنب الرسول من الكسوف والخجل، وكان متراجع عن الرسول قليلا وماشي مطاطي راسه في الأرض والهم عليه. فلما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خد باله رجع له وبدأ يدعبه يشد له في ودانه، يلعب له في مناخيره، ويبتسم له بوجهه البشوش الكريم صلى الله عليه وسلم، إلى أن ابتسم زيد وبدأت نفسيته ترتاح قليلا. وتاني يوم على طول بعد الموقف ده نزل قول الله تعالى علشان يبرأ زيد بن الأرقم ويكذب افتراء عبد الله بن سلول قدام المسلمين أجمع وقدام العالم. وكما جاء في قول الله تعالى في سورة المنافقين بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وبكده يكون اللي كان شاهد على براءة زيد بن الأرقم هو ربنا سبحانه وتعالى بنفسه قصاد ادعاء وافتراء المنافقين. شكرا لكم لو انتم بتتفرجوا لغاية دلوقتي، ويا رب تكون عجبتكم الحلقة، ويا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير عشان غيرك يتفرج على الحلقة، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد لما ننزل أي حاجة. واشوفكم في حدوتة رمضانية جديدة.